الجولة الأولى من الفانتازي خلصت، والمفاجأة إن ريكو كسبني أنا وعلي. بس مش مهم، لسه بدري. في الحلقة دي هنستعرض تشكيلاتنا ونشوف إيه منها نجح وإيه منها خيب ظننا. والأهم إننا هنقول لكم أفضل النصايح والخطط اللي تساعدكم في الجولات اللي جاية. وقبل ما نروح لعلي وتشكيلته، تعالوا نشوف أستاذ ريكو عمل إيه. جاهز يا عم ريكو ولا لسه قاعد بتصيف؟ الجولة الأولى خلصت، واللي حصل إني جبت 82 نقطة. يعني رسميا أنا متصدر على علي ومشالي. خدت الريسك، عملت دبل دفاع توتنهام، وفعلا قفلوا الماتش زي ما توقعت. دبل نوتنجهام كان هيبقى إنجاز تاريخي، بس ضربة جزاء في آخر الدقايق مسحت لي الكلين شيت. يعني كنت على شعرة من المجد. الكابتن طبعا هالاند قدام وولفز اللي الإحصائيات بتقول غالبا في طريقهم للهبوط. يعني بصراحة كانت أبسط معادلة في الدنيا: هالاند بلس وولفز ايكوال جولز. الأهم إني لعبت البنش بوست مش بأفضل طريقة ممكنة، بس برضه جابت لي شوية نقاط إضافية. يعني حتى وأنا بجرب بطلع كسبان. بما إني مش بحب أعيش على تجربة واحدة، كان لازم أجهز نفسي للجولات اللي جاية. ودلوقتي أنا فعلت الوايلد كارد، ودي مش مجرد تغييرات، دي إعادة برمجة للسيزون كله. التشكيلة الجديدة قدامكم: دفاع مبني على كلين شيتس وديفensive كونتريبيوشن ومساهمات هجومية. وسط في مفاتيح لعب كل الأرقام ماشية معاهم. هجوم بأرقام اكس جي عالي جدا. يعني لو أي حد بيسأل أعمل وايلد كارد ولا لأ، الإجابة بسيطة: لو عايز تلحقني في الترتيب لازم تبدأ من دلوقتي. واللي عايز يتعلم يعمل زي، خصوصا اتنين كده قاعدين جنبي مش محتاج اقول اساميهم، استنوني في كورس ريكو لتعليم الفانتزي في 3 محاضرات. المحاضرة الأولى أعلمك إزاي تختار الكابتن وإنت نايم، والمحاضرة التانية أعلمك إزاي تختار لعيبتك بالأرقام والبيانات مش بالحب والانتماء، وأخيرا أعلمك إزاي تكسب مشالي وعلي وإنت أصلا على الله حكايتك. السلام عليكم اخواتي حبايبي، معاكم علي. وهنتكلم عن اللي حصل في الجولة اللي فاتت. ايه اللي حصل في الجولة الأولى من الفانتزي؟ تعالوا نبص على تشكيلتي اللي جايبة 50 نقطة دي ونشوف ايه اللي حصل. سيلز كلين شيت بتاعه راح بضربة جزاء في ماتش برينتفورد ملهاش أي لازمة. دي كوبر الكلين شيت بتاعه راح في الدقيقة 97. الكارثة الكبيرة كونسا حبيب قلبي اللي اتطرد وفرقته عملت كلين شيت. يا باشا ما انت فريقك عمل كلين شيت ليه بتتطرد يا حبيبي؟ لا هو كونسا السلام عليكم انا ورايا مشوار، خد بعض واتكل على الله. طبعا احلى تحيه للرجوله فان ديفين، واحلى تحيه للرجوله قدوس رجاله توتنهام، اللي انا قلت ان توتنهام مع توماس فرانك هتبقى حاجه تانية بصراحه. يعني هم دول اللي نصفوني في التشكيله. طبعا الكينج محمد صلاح كده كده لا غنى عنه، وقلنا ان لازم يكون معاك في تشكيلتك يعني. لامين اندياي المفروض بيلاعب فريق لسه صاعد، يعني توقعت منه جون على الاقل، يعني ما عملش اي حاجه، اداء باهت من ايفرتون. فده بالنسبه لي يعني اولويه بيع من لامين اندياي. وبالمر الناس كلها غضبانه من بالمر، يعني 10 ونص 3 نقط ب 10 ونص، ده الاسعار ولعت، يعني اللاعب الاكثر ملكيه. بس يعني نصيحه، اصبر على بالمر، يعني اصبر عليه شويه، ما تبيعوش دلوقتي. ساكا وجيوكيريس طبعا خذلوني جدا. انا فرحان ان ارسنال كسب مانشستر يونايتد، بس يعني الاداء ما كانش احسن حاجه. جيوكيريس طلع الدقيقه 59، كارثه. بس ما اعتقدش ان ده هيحصل تاني لان هافرتز اتصاب. فممكن نصبر برضه على جيوكيريس وساكا. ماتشهم الجاي مع ليدز في ملعب الامارات، فهتبقى برضه يعني حاجه كويسه. واللي مضايقني اكتر من اي حد هو بوين، اللي انا قلت لكم ما تجيبوهوش وروحوا مع يا جواو بيدرو يا كريس وود، وسمعتوا كلامي اكيد. انا عارف ان جواو بيدرو خذل ناس كتير برضه شبه ما بوين عمل. بس مبروك لكل ملاك كريس وود، يعني بصراحه واضح ان هو هيفضل على نفس الاداء الثابت، مع ان نوتنجهام عملت يعني جابت كذا مهاجم، بس واضح ان كريس وود هو المهاجم الاساسي لنوتنجهام وهو هيبقى مؤثر. وانا شايف ان هو اولويه شراء. طبعا التشكيله بتاعتي جابت 50 نقطه. عندي جادمانسون جايب 9 نقط، برضو لازم نشيد بليدز وبالمدافعين بتوعها، بصراحه كويسين جدا. جادمانسون ده من الاختيارات المهمه جدا، انت ممكن تجيبها معاك ب 4 مليون بس طبعا هاته بعد ماتش ارسنال، ما تجيبوش دلوقتي. الناس اللي بتسال دلوقتي طب احنا هنعمل وايلد كارد ولا لا؟ انا نصيحتي ليك
ما تعملش وايلد كارد دلوقتي، اصبر عليها شويه. يعني معظم اللعيبه اللي عندك وانت متضايق منها وعايز تمشي، ماتشاتها الجايه هتبقى كويسه، خصوصا جو بيدرو وبالمر هيلعبوا ويست هام. ويست هام لسه مفقوعه من ساندرلاند 3، فانا اتوقع ان يعني بالمر ممكن يكون خيار كابتنه بالنسبه لك. فالتغيير الوحيد اللي انا ممكن اعمله على التشكيله اللي قدامكم دي، ان انا ممكن امشي كونسا لانه مطرود وغالبا سعره هيقل، واجيب مكانه يا اما لوكاس دين او ماتي كاش من نفس الفريق، ما عملتش اي حاجه، تغيير قصب بقصب زي ما بيقولوا، او اجيب دورجو مدافع مانشستر يونايتد باربعة ونص، ممتاز جدا، بيزيد كويس قوي. مانشستر كانت كويسه جدا قدام ارسنال بصراحه، لازم نشيد بادائها يعني، مع انهم خسروا، بس اداء ممتاز جدا. نقدر واحده واحده نبدا نعتمد على لعيبه مانشستر يونايتد في الفانتزي يعني. لو هتعمل وايلد كارد وانت بقى مصمم بقى خلاص مش جاي معاك بقى، فكك من اللي انت بتقوله ده انا هعمل وايلد كارد، في لعيبه كده انصحك ان هم لازم يكونوا موجودين معاك في الوايلد كارد. اولهم الكيتيكي، بصراحه ممتاز، هيعتمد عليه طول الموسم، خلاص يعتبر ما فيش غيره دلوقتي، فواضح ان ايزاك مش جاي، فتقدر تجيب الكيتيكي. طبعا رايندرز مش هقدر انساه طبعا، رايندرز بيلعب صانع العاب يا جماعه، فطبعا بخمسة ونص، وهو دلوقتي زاد واحد من 10 بقى بخمسة وستة. انا شايفه لغايه دلوقتي ان هو يعتبر يعني سرقه الموسم هو رايندرز، بس طبعا ما تضمنش جوارديولا ممكن الماتش الجاي يبدا بايه. على العموم ده كده كده كانت تشكيلتي، انا عملت ايه، ونصايحي البسيطه شويه اللي ممكن يعني ما تعجبش البعض بصراحه، اعمل اللي انت عايزه اكيد. في الاول وفي الاخر اللعبه دي يا صاحبي حظ، احنا بنفكر بس يعني الجزء بتاع التفكير فيها قد كده، وبنقعد ندردش فيه ونضحك فيه ونهزر فيه مع بعض، لكن هي كلها على بعضها كده حظ بس، فحاول تستمتع بيها، والسلام عليكم. تعالوا ندخل سريعا على تشكيلتي ونشوف ايه اللي حصل معايا في الجوله الاولى وملاحظاتي على التشكيله. انا جبت 66 نقطه، والى حد ما راضي جدا عن التشكيله. عندي شويه ملاحظات، شبه دبل دفاع نوتنجهام اللي ما ظبطش في اول جوله ودخل فيه جول من ضربه جزاء برينفورد في اخر الدقايق، ولاعبين شبه جواو بيدرو واتكنز اللي ما كانوش احسن حاجه في الماتشات بتاعتهم. بس انا جايب الناس دي علشان جدولهم اللي قدام كويس، هستنى واصبر جولتين كمان وهشوف ايه اللي ممكن اعمله في التشكيله. لكن عن نفسي غالبا مش هعمل ترانسفير للجوله الاولى. ونصيحتي ليك، اتقل، بلاش تعمل ترانسفيرز سريعه، اتقل وبلاش تعمل وايلد كارد ملهاش لازمه في الاول. اما لو انت عامل بنش بوست للجوله الاولى بس، فاحنا شفنا الوايلد كارد بتاعت ريكو، وانا من وجهه نظري هي كويسه لحد ما تقدر تكمل بيها اكتر من جوله بعد كده. تعالوا نروح للنصايح واللعيبه اللي انا حاطط عيني عليها. نبدا بالدفاع. عايزك تاخد بالك قوي من اللعيبه اللي بتعمل ديفensive كونتريبيوشن او مساهمات دفاعيه، لان النقطتين اللي بياخدوهم دول هيفرقوا معاك جدا، ومع الوقت هنعرف مين اللعيبه اللي عندها استمراريه في الحته دي، وهقول لك عليهم كلهم بالاحصائيات. تعالى سريعا كده اديك بدايل لكونسا لو عايز تمشيه. عندك ماتي كاش من نفس الفرقه لو عايز تكمل مع استون فيلا وجدولها الكويس اللي جاي. اما دورجو من مانشستر يونايتد اللي بيلعب وينج باك، كان خطير جدا هجوميا وبرده جدوله كويس. وفي برده بديل كيركز ترافورت اللي بيلعب ليفت باك في بورنموث، وبرده كان شكله كويس جدا هجوميا وجدوله الفتره اللي جايه سهل برده. اما لو عايز تنزل لحد ب 4 مليون، فعندك جودمونسون ليفت باك بتاع ليدز، وعندك اتشيمبونج قلب الدفاع بتاع تشيلسي، بس ده لو كمل اساسي قبل ما يرجع توسون ادريبايو. نيجي لنص الملعب. اللعيبه اللي لفتت نظري في نص الملعب طبعا اللي كل الناس بتتكلم عليه تيجاني ريندرز. وملخصا للكلام، هو خيار كويس جدا، بس ما تستناش منه انه هيعمل كده كل جوله. وكمان الماتشات اللي جايه بتاعته مش اسهل حاجه، فهل يا ترى هيفضل بنفس الادوار بتاعته قدام الفرقه دي ولا ممكن دوره يتغير؟ بس هو كلاعب مفيش غبار عليك اكيد. اللاعب الثاني هو سيمينيو اللي جاب جولين قدام ليفربول، وجدوله بعد كده كويس جدا، واحنا شفناه كان خطير ازاي، ومن الموسم اللي فات طبعا احنا عارفين مين هو سيمينيو. اما اللاعب الثالث هو اندوي من نوتنجهام سعر 6 مليون، وكان اداؤه كويس جدا قدام برينفورد، وجدولهم اللي جاي لحد ما كويس. اما الهجوم فالثلاثي اللي لفت نظري هم هالاند، كيتيكي، وكريس وود.
هالاند انا كلمتك عنه الفيديو اللي فات، فمش محتاجين نعيد الكلام تاني. اكيتيكي عنده اختبار صعب قدام نيوكاسل وبعده ارسنال، وهنشوف هل ساعتها اكيتيكي هيدخل تشكيلتي بعدها ولا لا. كريس وود جدوله كويس وباين عليه انه لسه في فورمته من الموسم اللي فات. وبس، دي كانت تشكيلاتنا ونصايح قدمناها من وجهة نظرنا. احب جدا اعرف رايك في الكومنتات، مين من اللعيبه اللي احنا قلناها ممكن يدخل تشكيلتك، وبرضه هستنى منكم اشوف تشكيلاتكم ومين اللعيبه اللي ترشحتكم ومين اللعيبه اللي كانت كويسه في التشكيله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واستنوني في فيديوهات جايه كتير. سلام.